مرحبا بكم في قناة عايشة ستوريز. أنا هنا باش نحكي لكم قصة حقيقية. واحد السيد غادي تصدمكم، خليكم معايا. قصتي مع الميمة مولات مرسيدس. نهار جات لعندي باش نقاد ليها الطوموبيل ديالها، تصدقت أنا وياها كنقادو في البلانات، في الأخر زيرت ليا البولونات حتى طفوراو. غادي نقول لكم السلام عليكم بعدا. أنا سميتي أحمد، في عمري 38 سنة وساكن في مدينة أكادير. ساكن مع الوالدين ديالي، الوالد ديالي في عمره 70 عام والأم ديالي في عمرها 60 عام، ومعنا واحد خويا اللي صغر مني كيقرا في البكالوريا. المهم الوالد ديالي مسكين كان الحرفه ديالو ميكانيكي ديال السيارات، وكنت انا معاه كنتعلم الحرفه. ما كملتش قرايتي، خرجت من السادس وبديت كنتعلم هذيك الحرفه حتى وليت معلم تبارك الله. من بعد ما تقاعد الوالد ديالي شديت انا هذاك المحل وطورته ووقفت عليه مزيان حتى وليت كندخل الملايين. قبل ما نكمل، إلا كتعجبكم هاد القصص الواقعية اللي فيها الصدمة والعبرة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ايوا خوتي، تعرفت مزيان في هذيك البلاصه اللي ساكن فيها، ولاو كيجيو عندي بزاف ديال الناس اللي مرموقين. صراحه كان كيجي عندي طبيب، كاين مره كيجي عندي محامي، مره كيجيو عندي الناس اللي لاباس عليهم، غير الحديد الصحيح اللي كيجي لعندي. وانا صراحه كانت يدي خفيفه بزاف وعقلي خفيف حتى هو، دغيا كنطيح على المشكل وما كنغش عباد الله. اللي جا عندي كنقاد ليه سواء عنده سواء ما عندوش، وهكذا الحمد لله تعرفت في هذيك المنطقه وفي هذاك الحي، حتى ولاو الناس كيتخاطفوا عليا وكيجيو عندي العيالات مزوجات وعيالات مازال ما تزوجوش. هاد الميمه هادي اللي غنعاود لكم القصه اللي وقعت ليا معاها، وقعت ليا داك العام وراني باقي طايح فيها، والصراحه ما قديتش مازال نخرج من داك الشيء حتى تفوراو ليا بولونات ديالي. المهم هاد السيده هادي اول مره غادي نعرفها، جات عندي المحل وهي في الاصل طبيبه في الخاص. جات عندي قالت لي راه الطوموبيل ديالي ما عرفت مالها، قالت لي كنسمع التخرشيش وفيها بزاف ديال يعني كتكلم، الموتور كيتكلم. قالت لي الا كان ممكن تشوف لي المشكل فين كاين. شديت انا هذيك الطوموبيل، دوزت ليها المسائل حتى لقيت المشكل فين كاين. قلت لها ان شاء الله هاد الطوموبيل ديالك راه خاصها واحد البياسه، راني غادي نكومونديها واحد 3 ايام ورجعي ليا ان شاء الله وغادي نقدها لك. فعلا مشات السيده واحد 3 ايام وجات لعندي، قالت لي الا كان ممكن خلي عندك السياره حتى قاعد تقاد وندوز ليها. قلت لها صافي ماشي مشكل. عطاتني السويرت ديال السياره ومشات في حالها. بديت انا خدام على السياره هذيك يومين تقريبا حتى تقدات، جبت بها واحد الدوره فعلا ما كاينش المشكل. وانا نعيط ليها قلت لها السلام عليكم على لا، راه الطوموبيل ديالك راها مقاده، الا كنتي مساليه دوزي ليها راه غتلقيها واجده. قلت لي واخا الا ساليت هاد العشيه راني غادي ندوز ليها. بقيت كنتسنى انا في ديك العشيه حتى وصلت تقريبا المغرب، ما جاتش السيده. وانا نصوني ليها عاوتاني قلت لها واش غادي تجي للطوموبيل ديالك؟ قالت لي الله يجازيك بخير، غير خليها عندك في الكراج حتى ندوز ليها، راه خرج ليا واحد الامر طارئ راني غادي نسافر للخارج. قلت لها صافي ماشي مشكل، الطوموبيل ديالك راها في الحفظ والصون، وقت ما دزتي راه غادي تلقايها. قلت لي صافي. المهم اخوتي السياره ديالها بقات عندي تقريبا مورا هادشي واحد الاسبوع، ما عيطات ما سولات ما والو. انا الطوموبيل خليتها في الكراج عندي زعما في الحفظ والصون، وما كنتش كنخرج بها ولا كندور بها ولا، راكم عارفين اخوتي الامانه خص بنادم يحافظ ليها. ايوا داز هذاك الاسبوع، دازت 15 يوم ما عيطاتش ليا السيده. وانا نصوني عاوتاني قلت لها الله يجازيك بخير، واش انت كاينه هنايا في المغرب واش رجعتي؟ قلت لها راه السياره ديالك راها باقا عندي، واش تجيبيها ليا ولا ما كنتيش مساليه ولا دوزي ليها؟ قلت لي لا راني مازال ما دخلتش للمغرب، راه مازال ما ساليتش، عندي واحد الدوره تكوينيه في الخارج وراني مازال ما دخلت. قلت لها صافي. المهم فاش تدخلي للمغرب وجي لدارك عيطي ليا، اما تعطيني العنوان نجيبها لك ولا جي ليها انت. قلت لي صافي. المهم اخوتي السياره ديالها بقات عندي تقريبا مورا هادشي واحد 25 يوم. دازت هذيك 25 يوم، عيطت ليها في التليفون قالت لي الله يجازيك بخير، الا كان ممكن راني دابا جيت للمغرب وراني كاينه في الدار. قلت لها صيفطي لي اللوكاليزاسيون في الواتساب وجيبيها ليا مورا المغرب الا كنتي مسالي. قلت لها صافي ان شاء الله. المهم قلت لها صيفطي غير اللوكاليزاسيون والعنوان وراني نجيبها لك عند الدار. قلت لي صافي اللوكاليزاسيون غتلقيها في الواتساب. فعلا قطعت معاها، مشيت دخلت الواتساب
الواتساب لقيتها مصيفطه لي اللوكاليزاسيون ديالها والدار فين كاينه. فعلا ساليت هذاك البريكول اللي عندي في العشيه، المسائل ديالي، غسلت الحاله، هزيت هذيك الطوموبيل، خرجتها من الكراج، سديت الكراج، مشيت للدار، دوزتها هي الاولى، مشيت عند الوالدين، دخلت للدار، دوجت، قديت المسائل ديالي. راكم عارفين الخدمه بوحدها وبرا الخدمه بوحدها، يعني الانسان خصو يمشي نقي، ماشي زعما باغي نعجبها ولا شي حاجه. وانا صراحه الكليان ديالي ما كنتسوقش ليه حتى لهادي. المهم غادي نكمل لكم. مشيت اخوتي للدار، دوجت المسائل، قديت بالحالات، ريحت، وانا نخرج بهذيك الطوموبيل قصدت هذاك العنوان اللي عطاتني، بغيت نتبع هذيك اللوكاليزاسيون حتى تحطت في واحد الفيلا. فاش وصلت للباب ديال الفيلا وانا صونيت ليها، قلت ليها السلام عليكم، قالت لي وعليكم السلام. قلت ليها راني قدام الباب ديال الفيلا، الا كان ممكن تخرجي عندي ولا حلي الكراج باش ندخل لك الطوموبيل. قالت لي صافي، قالت لي انا غادي نخرج عندك دابا. فعلا حلت هذاك الباب من اللي كاين اللور ديال الفيلا، دخلت ليها انا الطوموبيل، ركنتها وانا نسدها وجبت ليها السوارت. قالت لي تفضل. قلت ليها فين غادي نتفضل؟ قالت لي تفضل داخل، نعطيك شي عصير، شرب معايا شي حاجه، مرحبا بك، واسمح لي على العذاب اللي عذبتك وهاد التماره اللي ضربتي معايا. قلت ليها لا راني مزروب شويه، حيت الصراحه السيده كتبان ليا غير بوحدها، ما بغيتش نبقى معاها في الراس. راكم عارفين اخوتي الشيطان يقدر يغرني ولا يغرها هي. قالت لي والو، تجلس معايا تشرب شي قهيوه ولا شي عصير ونجيب لك الفلوس. قالت لي الفلوس راني ما هزاهمش، يعني غادي تدخل معايا للدار، غادي تجلس، غادي نطلع للفوق نجيب لك الفلوس في الجهاب ديالك وهذا، وتشرب شي حاجه وسير الله يعاونك. قلت ليها صافي، منين هكا ماشي مشكل. دخلت عندها للدار، جلست في واحد الصالون تما. مشات السيده طلعت الفوق، جلست تقريبا ربع ساعه وهي تجي لعندي. جات عندي هزه في يدها واحد الجهاب ومريحه ومقاده ولابسه واحد اللباس في شكل لباس محتشم، ولكن كتبان محلقه على راسها بحال الا باغا تطيحني. قالت لي شكرا وضحكت ليا. قالت لي شنو سماك الله؟ قلت ليها سميتي احمد. قالت لي انا سميتي عايشه. وهي تبدات تعاود لي قصه حياتها كيف تنقولوا. قالت لي بعدا قبل ما نعاود لك شنو بغيتي تشرب؟ قلت لها نشرب اللي كان عصير اللي كان. قالت لي نجيب لك شي عصير. مشات السيده خفان زربان جابت لي واحد العصير ديال الليمون، حطاتو لي وشربات هي نيت واحد العصير حتى هي، وبدات تتعاود لي كيف قلت لكم القصه ديال حياتها. قالت لي انا راني مطلقه وفي عمري 35 عام وما عنديش الوليدات. قالت لي داك السيد اللي تزوجت به حتى هو كان طبيب ولكن ما تفاهمناش، ايوا ودوزنا قالت لي واحد المده وتفارقنا وكل واحد مشى في حاله. قلت لها الله يعوضك خير. قالت لي امين. قلت لها ودابا الحمد لله راني ساكنه في هذه الفيلا وخدامه في واحد العياده. قلت لها الحمد لله الامور ميسره، ولكن الصراحه قالت لي ما مرتاحاش. قلت لها علاش؟ قالت لي ضروري بغيت، قالت لي شي واحد، شي راجل نتزوج به. قالت لي حيتاش، قالت لي الحياه بغات الصراحه الرفقه. قلت لها مزيان. قلت لها واش انتي مزوجه؟ سولاتني. انا الصراحه ما بغيت نقول لها حتى حاجه على حياتي، ولكن سولاتني ما بغيتش نخليها. قلت لها لا انا ما مزوجش لالا. وقلت لها في عمري 38 عام وراني ساكن في اكادير. قلت لها كيف كتعرفي راني كندير هادشي ديال الميكانيك ديال السيارات. وبديت كنعاود لها انا على الامور الشخصيه ديالي وما عرفتش انا علاش عاودت لها داكشي. المهم في الاخر بدينا كنهضروا وكنجمعوا. قالت لي المهم الله يجازيك بخير على هاد الخير اللي درتي معايا والطوموبيل اللي قديتي ليا. قالت لي هاد الجوا هذا راه فيه واحد الامانه. قلت لها حسبها وشوفي الا خصك شي حاجه راني غادي نزيدها لك دابا. شديت انا هذاك الجوا فعلا حسبت هذاك الشيء. قلت له هاد الشيء راه كتير بزاف. قلت له هذيك البياسه راني خديتها غير ب 1500 درهم وقديت لك المسائل بالخدمه ديالي بكل شيء. قلت لها غادي تعطيني غير 1800. قلت لها 2000 درهم راها كثيره شويه. قالت لي لا خذها. قالت لي انا الحمد لله انا ما خصني خير وانت راك درتي فيا الخير وخليتي الطوموبيل عندك مده طويله. قالت لي هذا يعني غير شويه من هذاك الشيء اللي كتستاهل. قلت الله يقوي الخير لالا. شربت هذاك العصير وقلت لها الله يجازيك بخير راني غادي نمشي دابا راني تعطلت. قالت لي جلست عشا معايا. قلت لها لالا غادي نمشي الله يجازيك بخير، راه الوالدين ديالي كيتسناوني وراه دابا راكي عارفه الترونسبور ما جبتوش معايا، راه جيت بالطوموبيل ديالك وخصني دابا نشوف شي طاكسي اللي غادي توصلني. قالت لي ايوا خليني. قالت لي نوصلك. قالت لي غير تسناي. قالت لي انا غادي نوصلك حتى لباب الدار. قلت لها لا بلا ما تعذبي راسك. قالت لي لا ما تقولش هكا، عذابك راحه. قالت لي غير تسنيني غير نبدل عليا ونمشي نوصلك ونرجع انا ديك الساعه للدار ديالي. قلت لها واخا لالا الله يجازيك بخير. مشات السيده طلعات فعلا
بدلات حوايجها واحد 15 دقيقة تقريبا ما ربع ساعة وهي تنزل عندي. قالت لي يلا تفضل. خرجت انا وياها، ركبت في الطوموبيل، خرجت الطوموبيل، سدات الكراج وحنا مشينا قاصدين البلاصه اللي ساكن فيها. وانا كنعت ليها ومجمعين عاوتاني هادرين يعني بواحد الطريقه اللي يعني باحترام كيف تيقولوا، حتى وصلنا لديك الدريبه اللي ساكن فيها. قلت له الله يجازيك بخير حطيني غير هنايا. قلت لي واش غير هنا باش نقربنا؟ قالت لي قالت لي صافي. قلت لها المهم ان شاء الله راني لا خاصني شي حاجه ولا كانت عندي طوموبيل خاسره ولا شي حاجه راني غنبقى نجيبها لك ولا نعيط لك جي لعندي للدار وديها. قالت لي راك عارف دابا الدار وسميتو اي حاجه خاصات. قالت لي غير اتصل بيا النمره عندك. قلت لها صافي. قلت لها وحتى انت الا عندك شي مشكل ولا شي حاجه عيطي ليا انا غنقضي لك الغرض ومرحبا في اي وقت. نزلت انا من الطوموبيل وقلت لها الله يعاونك. صافي مشات السيده في حالها. مشيت انا طلعت للدار، تعشيت مع موالين الدار وانا نعست. غد ليه مشيت الخدمه ديالي بشكل عادي. اخوتي واحد يومين انا نلقى واحد الميساج مصيفطه ليا. قالت لي السلام عليكم. جاوبتها قلت لها وعليكم السلام. قالت لي كي داير؟ بخير مرتاح؟ قلت لها الله يجازيك بخير. قالت لي واش مسالي؟ قلت لها علاش؟ قالت لي نتلاقاو. قلت لها فين؟ قالت لي نتلاقاو في شي قهوه نجلسوا، راني محتاجه نهضر معاك في واحد الموضوع. قلت لها شنو هو هذا الموضوع؟ قالت لي حتى نتلاقاو ان شاء الله ونقول لك. ايوا المهم قلت لها صافي عشيه ان شاء الله منين غنسالي مرابي راني غادي ندوز لعندك. قالت لي بلا ما تدوز لعندي. قالت لي انا غنجي عندك حتى لتما لحدا الكراج ونمشيو بجوجنا. قلت لها صافي تا هذا نظر. فعلا وصل لديك العشيه وهي تجي لعندي، جات لعندي لتما. طلعت انا وياها في ديك الطوموبيل ومشينا قاصدين واحد الريستورون. مشينا لهديك الريستورون جلسنا فيها مجمعين، واحد الجو اللي كان رومانسي بزاف. انا الصراحه ما عرفتش شنو بغات مني بالضبط، ولكن قلت نجلس معاها حتى نشوف بالضبط شنو كاين. جلسنا مجمعين. قالت لي واش ما كتفكرش سرطابط؟ واش ما كتفكرش يعني بشي مراه؟ واش ما عمرك خطبتي؟ واش هكا وشي اسئله. قلت لها انا الصراحه الخدمه ديالي والوالدين ديالي معمرين لي وقتي. قلت لهم ما عمري صراحه فكرت نرتبط بشي وحده ولا نتزوج بها ولا يعني ندير انا وياها شي حاجه. قالت لي ايوا قالت لي دابا انت راك يعني في العمر ديال 38 عام والعمر كيدوز. قالت لي يعني بنادم علاش غادي يتعطل؟ قالت لي واش خاصك الخير ولا شي حاجه؟ قلت لها ما خاصني حتى خير. قلت لها الراجل بلا ما كان خاصو حتى خير وما خاصو حتى شي حاجه. قالت لي مزيان يتعرف على شي وحده وهكا وهكا. وصراحه فاش بدات تتنعت لي وبدات تتمعني لي وليت صراحه انا كنحاول انا نقرب منها. قلت لها وانتي؟ قلت لها علاش ما فكرتيش ترتبطي من بعد الطلاق ديالك من راجلك؟ قالت لي لا انا ما لقيتش الانسان المناسب. قالت لي كاع اللي تعرفت عليهم كيكونوا طامعين فيا وهذا. وصراحه قالت لي وليت فاقده الثقه في الرجال. قلت لها وحتى انا كيبان ليا وقيله ما تيقاش فيا وكتهضري معايا. قالت لي لا انت قالت لي دخلتي الصراحه لقلبي وثقت فيك لواحد الدرجه. قالت لي وليت صراحه كنفكر فيك. قلت لها لهاد الدرجه؟ قالت لي لهاد الدرجه. ايوا بقينا مجمعين تما واحد شويه. قالت لي شوف، قالت لي نبقاو انا وياها، قالت لي نخرجوا ونتكلموا، قالت لي ونتفاهموا. وفعلا قالت لي الا عجبتك وعجبتك قالت لي راه كاين الخير ان شاء الله يكون الخير. قلت لها صافي. بدينا خوتي من هذاك النهار اللي تلاقينا في هذا الريستورون كنخرجوا انا وياها، ما بقيتش كنسالى الموالين الدار ولا الوالدين ديالي، وليت الوقت كله عاطيه ليها هي. كنخرجوا انا وياها كنتعشاو في شي بلايص اللي غاليين بزاف لدرجه انني وليت كنخسر دوك الفلوس اللي كنشد في هذاك النهار ديال الخدمه ديالي كنخسرهم غير عليها هي، وهي ما كتخسر حتى ريال. مع الوقت اخوتي غادي تطور هذا الشيء وغادي نبقى نمشي معاها حتى للفيلا، كنجلس معاها شي خطرات، كنبات معاها يومين 3 ايام، كنجلس معاها. الوالدين ديالي كيتسناوني نجي، تنقول لهم لا راني مشيت عند شي كليان مثلا في شي مدينه اخرى ولا هذا ولا هذا، وانا راني جالس مع هاد السيده. وراكم عارفين اخوتي علاقه ولات مفتوحه على جميع الاشياء، انا ما مزوج، هي مطلقه وعجبنا الحال وعايشين هاد الشيء. ولكن صراحه وليت عايش في واحد الحياه اللي ما محتملهاش، لدرجه انني وليت بين قوسين يعني فقير من الناحيه الماديه. واخا خدام على راسي مزيان، ولكن وليت كنخسر فلوسي غير عليها هي، وهي ما كتخسر حتى ريال، وهي طبيبه وعندها الفلوس. ولكن كنقول شنو دارت لي هاد السيده هادي وانا طايح معاها لهاد الدرجه، وما بقيتش قاد مازال نكمل في هاد الشيء اللي كندير فيه.
وبغيت نتزوج بها، ولكن وقت ما فتحتها في هذا الموضوع ديال الزواج تنقول لها علاش ما نتزوجوش ونديروا خير على الخير، تتقول لي لا دابا مازال ما تعرفناش مزيان ومازال ما تفاهمناش مزيان حتى نثق فيك ونثق فيك لاقصى درجه. قالت لي وانا ما بغيتش نعاود نفس التجربه اللي جربت مع الراجل الاول وما تفاهمناش انا وياه. صافي كتبقى تغمق عليا حتى صافي كنقول لها واخا ماشي مشكل. ونفس الشيء يعني مستمرين في هذه العلاقه حتى ولينا كنسافروا بجوج وكندخلوا بجوج وكنخرجوا بحال مزوج انا وياها. ولكن للاسف وليت حس براسي في حلقه مفرغه خوتي، حلقه مفرغه للاسف. دابا خوتي هذه العلاقه تقريبا دازت عليها واحد العام ونص، يعني علاقه مفتوحه على جميع الاشياء، وانا كنتسنى وكنتمنى انها شي نهار توافق على هذه المساله ديال الزواج، حيت في كل مره كنجلس وياها تنقول لها علاش ما نتزوجوش ونديروا خير على الخير، تتقول لي لا دابا مازال ما تعرفناش مزيان ومازال ما تفاهمناش مزيان حتى نثق فيك ونثق فيك لاقصى درجه. قالت لي وانا ما بغيتش نعاود نفس التجربه اللي جربت مع الراجل الاول وما تفاهمناش انا وياه. صافي كتبقى تغمق عليا حتى صافي كنقول لها واخا ماشي مشكل. ونفس الشيء يعني مستمرين في هذه العلاقه حتى ولينا كنسافروا بجوج وكندخلوا بجوج وكنخرجوا بحال مزوج انا وياها. ولكن للاسف وليت حس براسي في حلقه مفرغه خوتي، حلقه مفرغه للاسف. دابا خوتي هذه العلاقه تقريبا دازت عليها واحد العام ونص، يعني علاقه مفتوحه على جميع الاشياء، وانا كنتسنى وكنتمنى انها شي نهار توافق على هذه المساله ديال الزواج، حيت في كل مره كنجلس وياها تنقول لها علاش ما نتزوجوش ونديروا خير على الخير، تتقول لي لا دابا مازال ما تعرفناش مزيان ومازال ما تفاهمناش مزيان حتى نثق فيك ونثق فيك لاقصى درجه. قالت لي وانا ما بغيتش نعاود نفس التجربه اللي جربت مع الراجل الاول وما تفاهمناش انا وياه. صافي كتبقى تغمق عليا حتى صافي كنقول لها واخا ماشي مشكل. ونفس الشيء يعني مستمرين في هذه العلاقه حتى ولينا كنسافروا بجوج وكندخلوا بجوج وكنخرجوا بحال مزوج انا وياها. ولكن للاسف وليت حس براسي في حلقه مفرغه خوتي، حلقه مفرغه للاسف. دابا خوتي هذه العلاقه تقريبا دازت عليها واحد العام ونص، يعني علاقه مفتوحه على جميع الاشياء، وانا كنتسنى وكنتمنى انها شي نهار توافق على هذه المساله ديال الزواج، حيت في كل مره كنجلس وياها تنقول لها علاش ما نتزوجوش ونديروا خير على الخير، تتقول لي لا دابا مازال ما تعرفناش مزيان ومازال ما تفاهمناش مزيان حتى نثق فيك ونثق فيك لاقصى درجه. قالت لي وانا ما بغيتش نعاود نفس التجربه اللي جربت مع الراجل الاول وما تفاهمناش انا وياه. صافي كتبقى تغمق عليا حتى صافي كنقول لها واخا ماشي مشكل. ونفس الشيء يعني مستمرين في هذه العلاقه حتى ولينا كنسافروا بجوج وكندخلوا بجوج وكنخرجوا بحال مزوج انا وياها. ولكن للاسف وليت حس براسي في حلقه مفرغه خوتي، حلقه مفرغه للاسف. دابا خوتي هذه العلاقه تقريبا دازت عليها واحد العام ونص، يعني علاقه مفتوحه على جميع الاشياء، وانا كنتسنى وكنتمنى انها شي نهار توافق على هذه المساله ديال الزواج، حيت في كل مره كنجلس وياها تنقول لها علاش ما نتزوجوش ونديروا خير على الخير، تتقول لي لا دابا مازال ما تعرفناش مزيان ومازال ما تفاهمناش مزيان حتى نثق فيك ونثق فيك لاقصى درجه. قالت لي وانا ما بغيتش نعاود نفس التجربه اللي جربت مع الراجل الاول وما تفاهمناش انا وياه. صافي كتبقى تغمق عليا حتى صافي كنقول لها واخا ماشي مشكل. ونفس الاستعداد على انها يعني تربي الولاد وتولاد وتكون عندها مسؤوليه وكتهرب من هذه المسؤوليه هذه. دابا غير كاستشاره وغا يجازيكم بخير اخوتي اللي كتسمعوا ليا وخواتاتي، انا دابا كنفكر حاليا نفاتح والديا ونهضر معاهم ونقول لهم اودي راه كاينه واحد السيده كنعرفها، ونقول لهم بانها طبيبه وميسره عندها الامور الحمد لله، ونديهم ونفاتحها في موضوع الزواج قدامهم، يعني باش هي ما ترفضنيش وتعرفني بانني باغي المعقول. واش هاد الخطوه اللي درتها خوتي واش مزيانه، واش مناسبه ولا غير مناسبه؟ حيتاش نخاف لا نمشي لعندها وندي والديا ونكبر بيهم ونكبر بها حتى هي، وفي الاخر تصدق هي رافضاني قدامهم ومشوهاني، وهادشي اللي ما بغيتش انا. وفي نفس الوقت صراحه بغيت نتزوج بها وحتى انا ناسس عائله وهذا، ولكن للاسف كل مره كنفاتحها كيف قلت لكم وكنبغي ندير معاها هاد الخطوه هادي كتوقفني، ما عرفتش علاش، واش ما بغاتش ولا الله اعلم. اخوتي غير قولوا لي دابا الراي ديالكم شنو كاين وشنو غادي ندير مع هاد السيده هادي، وكيفاش غادي نتاكد بانها باغاني بصح وما باغياش تجرجرني ولا تستغلني ولا الله اعلم. راكم عارفين اخوتي
بالاضافه خوتي لهادشي اللي قلت لكم، انا الصراحه كنت ناوي قبل ما نتعرف على هاد الطبيبه هادي ناوي نتزوج بواحد السيده بنت خالي. وهاد السيده بنت خالي كنعرفها وكنهضر انا وياها، ولكن ما عمرني فاتحتها في الزواج ولا قلت ليها شي حاجه. وانا الصراحه الله يسمح ليا مخليها كسكور باش الا ما درت مع هاد السيده هادي والو ما تزوجتش بها نفاتحها هي في موضوع الزواج. وخا الصراحه هذاك الزواج ديال العائله ما كنتش باغيه وما باغيش حتى لدابا، ولكن الا كانت هي باغا الحلال هاد بنت خالي هادي وهاد السيده هادي ما باغاش تزوج بيا، اللهم نتزوج بهاد السيده هادي وباش نتهنى من هاد المصيبه هادي اللي طايح فيها. غير قولوا لي خوتي شنو غادي ندير. انا الصراحه حاير في هادشي اللي واقع ليا وحاير بزاف، وحياتي تقلبات راسا على عقب. وتمنيت تكون غير هاد الطبيبه هادي ما جاتش لعندي وما قديتش ليها الطوموبيل ولا عرفتها ولا عرفتني. سمحوا لي بزاف اخوتي، سمحوا لي راني طولت عليكم، ولكن راه القلب عامر بزاف. والله يجازيكم بخير، عاونوني وقولوا لي شنو ممكن ندير غير بالكلمه الطيبه. ودعيوا معايا ربي يردني للطريق، ودعيوا مع هاد السيده حتى هي ربي يردها للطريق ويجمع الشمل، حيت انا ما بغيتش نستمر في هاد الحرام هذا وما بغيتش نبقى عايش في الحرام. وراكم عارفين هادشي كيوصل شي حوايج الله يستر اللي ما مزيانينش. سمحوا لي بزاف اخوتي لا طولت عليكم. وصافي حبابي، وصلنا لنهايه فيديو اليوم. كنتمنى من قلبي تكون القصه عجباتكم ووصلت لكم شي احساس زوين. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ليه لايك باش توصل الرساله للناس كتر، وديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كتبوا لي في التعاليق شنو رايكم، وواش سبق لكم دزتم شي تجربه بحال هادي. كنبغيكم بزاف ونشوفكم في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.